اشتغل عليها. اول حاجه المهارات بتاعته، زي مهارات البيع. مهارات البيع دي حاجات كتيره قوي، زي الانصات، التواصل، ان انت ازاي تهندل الاعتراض، ازاي اخد التزام مع العميل، ازاي اعمل فولو اب، اسلوب طرح الاسئله، ويبقى في فن طرح الاسئله عشان اعرف احتياج العميل، ابيع للعميل محتاجه مش اللي انا عاوز ابيعه له. فدي حاجه، فالمهاره مهمه قوي. طب يا دكتور بدون مقاطعه حضرتك شايف ان اسلوب او استخدام التليفون في البيع الكتير ده، هل ده اسلوب ناجح في المبيعات، او ان انا اقدر احقق ديلز كتير من خلال التليفون؟ بصي، في حاجتين. المفروض التليفون اتخذت علشان ناخد بيها ميعاد عشان نقابل العميل نتكلم بيها عن المنتج او الخدمه او اي حاجه احنا محتاجين نتكلم عليها. عشان دايما في التليفون في حاجه مفقوده، انا مش شايف العميل فيس تو فيس. في حاجات تانية بتكون هي زي التيلي سيلز، هو وظيفته فقط يقول انا عندي 1 2 3 ودي الاوفرات، السلام عليكم وعليكم السلام، بس مش ده الدارج. يعني الدارج ان انا عايز ابيع حاجه، فسؤال او 2 انا بعرف الاحتياج وعلى الاساس ده بنحدد الميعاد. عشان كده انا لما حد بيكلمني مختلف، حاسس ان انا في قيمه هاخدها منه، بقابله او بناخد ميعاد. ما فيش خلاص هقفل السماعه ومش عايز بس حاجة. هل النمط ده من البيع موجود عموما على مستوى العالم، ولا موجود عندنا في مصر بشكل اكبر يعني؟ في مصر موجود بشكل اكبر، عشان بره كله بقى معتمد على كله بقى ديجيتايزد مينلي، يعني تقدري تعملي